إنكم تخطئون بالليل والنهار. أليس هذا واقعنا؟ إننا نخطئ في الليل والنهار. إنكم تخطئون في الليل والنهار. من يستطيع أن يقول لست أنا؟ كلنا ذاك الرجل. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وكأن الإنسان ينتظر من الله جل وعلا أن يقول له فلا أعاقبنك، فلا أفعلن بك، لأنك لا تنزجر ولا تتوب، تخطئ بالليل والنهار. ولكن الإجابة من الله كانت غير ذلك تماما: وأنا أغفر الذنوب جميعا. سبحانه وتعالى، ما أرحمك يا رب. فتذكر أن اسم الله الودود، أن اسم الله العفو، أن اسم الله الغفور، أن اسم الله الرحيم سبحانه وتعالى يخبرك أنك تخطئ بالليل والنهار، ثم يقول لك بعد ذلك: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما أرحمك يا رب. فما المطلوب منا؟ قال: فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، فليشتغل لسانك بالاستغفار والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه المعصوم، الذي قال له ربنا تبارك وتعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول ابن عمر: كنا نحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. ويقول للناس: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. كم مرة نتوب؟ كم مرة نستغفر؟ حسابات أحمد الخميس العلمية والدعوية.